بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم على الدرس الأول والتاني لسنة أولى الصف الأول الإعدادي. أول حاجة هنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدرس الأول والتاني يا جماعة بيتكلم على a day in a digital life. يعني ايه a day in a digital life؟ يعني يوم في الحياة الرقمية. يعني ايه حياة رقمية؟ اللي هي تقريبا حياتنا مؤخرا. يعني ايه رقمية؟ برضو دايما بتعتمد على التكنولوجي، التليفونات والتاب واللابتوب والايميل والحاجات دي كلها. هنتكلم النهاردة على a day in a digital life how we use technology. احنا ازاي بنستعمل التكنولوجي. الفوكابلري طويلة في الدرس الاول والتاني، ولكن هما درسين مع بعض فنركز شوية في الفوكابلري. طبعا اول مربع ده بيبقى فيه تقريبا اهم الفوكاب او اهم الكلمات الجديدة او اهم الكلمات اللي احنا تقريبا ما نعرفهاش. تمام، فده يتحفظ مفيش فيه فصال. اول حاجة ديجيتال. ديجيتال يعني رقمي. تكنولوجي تكنولوجيا. تكنولوجي. تابلت. تابلت ده اللي هو الكمبيوتر اللوحي او التابلت او التليفونات اللي هي كبيره حجما اسمه تابلت. تابلت. ديفايسز. ديفايسز جمع ديفايس. الحاجات دي كلها الكمبيوتر والتابلت واللابتوب ده بنقول عليها ديفايسز، مفردها ديفايس. اي بوكس. اي الكترونيك. بوكس الكتب الإلكترونية. اي اختصار الكترونيك. بوكس كتب. اي بوكس. شات دردشة او شات. بالانس توازن او اتزان او يوازن، هي تنفع اسم او فعل او ظرف. اب اختصار ابلكيشن. ابلكيشن ده تطبيق زي تطبيق الواتساب والتطبيقات اللي بتبقى موجودة على التليفون او على الكمبيوتر، الواتساب والتليجرام والحاجات دي كلها. حافلة هجينة اللي هي الحوافل او العربيات اللي هي طالعة جديدة اللي هي بتشتغل بالكهرباء والبنزين سوا، اسمها هايبريد باص. هايبريد باص. هايبريد باص. هايبريد يعني هجين. شاشة سكرين. سمارت بورد. سمارت بورد. سمارت بورد. ويب سايت. ويب سايت موقع الكتروني. لاب توب كمبيوتر محمول. لابتوب. ريمايند. ريمايند دي كلمة هناخد بالنا منها كويس قوي عشان هنتكلم عنها بعدين. ريمايند يعني يذكر، مش يتذكر. يذكر، واحد بيفكرني او حد بيفكرني بحاجة اسمها ريمايند. 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 افكت يؤثر على. نايت مود دي بنشوفها في التليفونات، لو حد فينا شاطر شوية في حاجة اسمها نايت مود. نايت مود ده وضع الرؤية الليلية عشان الإضاءة حوالينا بتبقى قليلة، فاسمه وضع الرؤية الليلية اسمه نايت مود. سيرش. سيرش. سيرش يبحث. سمارت فونز. سمارت فونز اللي هي الهواتف الذكية. سمارت فونز. يبقى نراجعهم تاني. تكنولوجي. ديجيتال. تابلت. ديفايسز. اي بوكس. شات. بالانس. اب. هايبرد باص. سكرين. سمارت بورد. ويب سايت. لابتوب. ريمايند. افكت. نايت مود. سيرش. سمارت فونز. التوب كويز ده هنأجله للصفحة اللي بعد الجاية تقريبا، هنكون عرفنا فعلا معاني المصطلحات المذكورة دي او الكلمات اللي هي قدامنا دي. نيجي على بعض الكلمات بتاعة lesson 1. without. without بدون. share يشارك. check يفحص. messages رسائل. interesting شيق. facts حقائق. projects مشروعات. blog مدونة إلكترونية. without. share. check. messages. interesting. facts. projects. blog. bedtime وقت النوم. space الفضاء. habit عادة. planet كواكب. كوكب. planets كواكب. type news الأخبار. wisely. wisely
break, funny, useful مفيد، online عبر الإنترنت، start يبدأ، adventure stories، adventure stories يعني قصص مغامرة أو مغامرات. القصص اللي بيبقى فيها مغامرات اسمها adventure stories. cousin ابن عم أو ابن الخال أو ابنة العم أو ابنة الخال. amazing portable متنقل، portable متنقل. كل الكلمات بتاعت لسون 1 تقريبا يا جماعة احنا خدناها قبل كده او عارفينها، يعني مفيش فيها صعوبة. نقول تاني: bed time، space، habit، planets، type، news، wisely، break، funny، useful، online، start، adventure stories، cousin، amazing، portable. listen to social media وسائل التواصل الاجتماعي. journey رحلة. reduce يقلل. launch يطلق أو ينطلق. electricity كهرباء. pollution تلوث. company شركة. smart navigation الملاحة. support يدعم. science class حصة العلوم. فيديوهات. technology habits. engine محركات engines. smart transportation النقل الذكي smart transportation. رؤية vision. greener أكثر حفاظا على البيئة، جاي من greener. locally محلي. ديزل وقود الديزل. نراجعهم تاني: social media، journey، reduce، launch، electricity، pollution، company، smart navigation، support، science class، videos، technology habits، engines، smart transportation، vision، greener، locally، diesel. بعض الأفعال: think ماضي، thought، sent، know، knew، known، feel، felt. يبقى think يعتقد، thought، sent، know، knew، known، feel، felt. take يأخذ، took، hurt يؤذي. spent يقضي وقت. دي كلها أفعال المفروض ان احنا أخدناها قبل كده، مش صعبة، بس دي من الأفعال اللي هي الريجولار أو الأفعال اللي مش منتظمة أو الأفعال اللي احنا بنضيفهاش ايدي في الماضي، فبتتحفظ زي ما هي كده. ناخد وقتنا في حفظها. احنا تقريبا معانا 7 أفعال، دول مش صعبين. نيجي بقى لأهم حاجة في الدرس بتاعنا: التعريفات definitions. تعريفات definition بتيجي ان هو بيجيب لك التعريف اللي هو على اليمين ويقول لك وصله بما يعادله بالانسر او الديفينيشن بتاعته اللي هي على الناحيه اليسار او العكس. تمام. فاحنا محتاجين نحفظ الاكسبريشنز او نحفظ الديفينيشنز كويس جدا. الديفينيشنز من الحاجات المهمه جدا في الدرس. فانا عشان الدرس بتاعنا بادئ من الاول كلماته شويه جديده علينا، فبنحفظ الكلمات الاول وبعد كده بناخد الديفينيشنز لانها مهمه جدا. اول حاجه سكرين يعني شاشه. يعني ايه شاشه؟ flat surface on which pictures or words are shown. بنشوف عليها الكلمات او الصور معروضة عليها. يبقى a flat surface on which pictures او words are shown. احنا بنشوف عليها pictures او words. تاني حاجة e-book
احنا قلنا electronic book. e-book اختصار an electronic book. You can read on a screen instead of on a paper. احنا بنقراه سكرين، بنشوفه على السكرين، على الشاشة، على التليفون او على الكمبيوتر، بدل من نقراه في الورق، فبقى اسمه e-book. an electronic book you can read on a screen instead of on paper. تمام، كتاب الكتروني e-book. لابتوب بورتابل كمبيوتر، اختصار قصير خالص، لابتوب. a portable computer. a portable computer ده كمبيوتر محمول. night mode يعني ايه night mode؟ a darker screen setting. هو setting يعني جزء من النظام او جزء من الاعدادات اللي موجودة في التليفون. a dark screen setting to protect your eyes in low light. حماية للعين في الضوء الخفي أو الضوء القليل أو الضوء الليلي، اسمه وضع التشغيل الليلي. A darker screen setting to protect your eyes in low light. Night mode a darker screen setting. The setting to protect your eyes in low light. Smart board سبورة ذكية. an interactive board هي سبورة تفاعلية. interactive board used in classrooms for teaching lessons. بتستخدم في classrooms في الفصول المدرسية to teach for teaching lessons للتدريس. web site a page. web site دي a page on the internet that gives informations or lets you do things online. ده اللي هو الموقع الإلكتروني. ويب سايت a page on internet that gives informations or lets you do things online. بتخليك تقدر تعمل حاجات اونلاين او تفاعلات اونلاين. digital using computer technology or electronic devices. digital يعني رقمي. digital life اللي هي الحياة الرقمية اللي احنا بنستعمل فيها كمبيوتر تكنولوجي او الالكترونيك ديفايسز اللي هي الالكترون اللي هي الادوات الالكترونيه. screen time the time you spend using devices like phones or computers. وقت استخدام الشاشه اسمه screen time the time you spend using devices like phones or computers. دي وقت استخدام الشاشه. the time you spend using devices like phones or computers. digital media online platforms. وسائل التواصل الاجتماعي دي online platforms يعني وسائل اونلاين where حيث people connect and share content اللي الناس بتستخدم فيها تبادل المعلومات او التواصل عموما. في وسائل التواصل الاجتماعي اسمها السوشيال ميديا اونلاين بلاتفورمز where people connect and share contents. نيجي نتكلم على الكولكشنز. ياخذ فترات راحه اسمها take breaks spend time يقضي وقت. check the phone يبقى take breaks spend time check the phone. يوفر فرص عمل create jobs يلعب عبر الانترنت play online games. دي زي لفظ او متلازمة لفظية. take breaks spend time check phone create jobs play online games. معاني او مفردات. amazing يعني wonderful او fantastic. teach يعني educate. connect join او link. يبقى amazing يعني wonderful او fantastic. teach يعني educate. connect يعني join. برضو مهم جدا الصفحة دي يا جماعة كلها مهمة جدا نبقى عارفينها علشان خاطر دي اغلب الاسئلة بتيجي بالصفة دي. عكس amazing ordinary or normal. teach learn connect disconnect.
disconnect عكسها أو مضادها disconnect. protect يحمي يعني save عكسها harm. wisely بحكمة sensibly عكسها carelessly. useful مفيد helpful عكسها unhelpful أو useless. support يدعم help أو assist discourage. reduce يقلل decrease معناها decrease عكسها increase. يبقى protect يعني safe عكسها harm. wisely يعني sensibly عكسها carelessly. useful مفيد helpful عكسها unhelpful أو useless. support يدعم يعني help أو assist. discourage معنى عكسها discourage. reduce يقلل يعني decrease عكسها increase. زي مثلا digital teaching تدريس من الصفة نقلبها الاسم digital teaching. useful مفيد wisely بحكمة navigation pollution electricity. دي exercises على أهم أجزاء الفوكابلري. نيجي على general notes نشوفها في القراءة. اونلاين واوفلاين. اونلاين يعني موجود اونلاين موجود عبر الانترنت متصل اونلاين. اوفلاين عكسها ان هو مش متصل. يبقى اونلاين متصل واوفلاين غير متصل. instead و instead of. امتى ناخد instead؟ الاتنين معناهم بدلا من instead بدلا من بتيجي في اخر الجملة. he didn't use his tablet he used his smartphone instead عوضا او بدلا منه. يبقى instead بتيجي في اخر الجملة يعني مفيش حاجة جاية بعدها فمش هنحط off مش هنستفيد حاجة. لكن بدلا من هي instead of لازم بيجي بعدها اسم او فعل في ing. instead of doing his homework he went to bed. يبقى يا بعدها اسم او فعل في ing. ما دام خدنا off يبقى بعده فعل في ing او اسم. instead و instead of. remind و remember. remind يعني يذكر. you remind me. can you remind علي to bring his car. انت فكرته او فكرته. I remembered visiting Luxor last year. انا افتكرت لوحدي محدش فكرني بقى remember. لكن remind حد فكرني. الاكسبريشنز مهمة جدا نكون عارفينها. دي الدقيقة. outdoor activities أنشطة خارج المنزل أو أنشطة خارجية. outdoor activities. a whole days يوم كامل. a whole day. use wisely بيستخدم بحكمة. use wisely. run on both. runs on both يقدر يستعمل كل من. launched its first أطلق. launched. smart transportation النقل الذكي. what about ده تعبير مهم جدا خلي بالنا منه. what about بيجي بعده فعل في المصدر. what about playing ماذا عن أو إيه رأيك. what about doing. what about playing بيجي بعدها الفعل في ing. نيجي لحروف الجر. on your phone تاخد on. learn to يتعلم أن. on the screen على الشاشة. on the internet عبر الإنترنت. vision for رؤية لي. at breakfast في وقت الفطار. search for يبحث عن. use for برضو يستخدم لي. chat with بيدردش مع. made by مصنوع بي. balance with. share with يشارك مع. يدار بواسطة. run on during the day
خلال اليوم او اثناء اليوم. during the day during the day. دي الاكسبريشنز والحروف الجر المهمة اللي محتاجين نعرفها كويس جدا. شكرا ليكم، نشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية.